يا مساء السعادة على كل مستمع راديو في السكة. أهلا بيكم في حلقات برنامجكم أنا وبناتي. هكون معاكم أنا دينا مصطفى كل يوم اتنين الساعة 6 مساء. حلقتنا النهاردة حلقة بسيطة كده وخفيفة، عملتها بناء على طلب أحد الماميز من صديقاتي. هنتكلم فيها عن عادة سيئة ورخمة وبتضايقنا كلنا كالعادة، هي عادة قضم الأظافر، أو زي ما بنقول عليها بالعامية أرقطة الضوافر. العادة دي اللي هي عادة أرقطة الضوافر من العادات العصبية اللي بيعملها معظم الأطفال، وفي الغالب في السن الصغير. العادة دي بتسبب ليهم طبعا نقل جراثيم وأمراض كتيرة في الأمعاء، وأوقات بيحصل عند البعض منهم التهابات في المعدة. ده غير كمان بيحصل في أوقات تانية التهاب حوالين اللحم والجلد اللي حوالين الضوافر من بره. ومن كتر ما بيمارس العادة دي شكل الضافر بيتغير تماما، وفي الغالب بيكون دايما التغير ده في الإصبع اللي هو بتاع الإبهام، من كتر ما هم بيفضلوا حاطينه في بقهم. ده غير كمان ان كل ده بيأثر على اسنانهم من كتر ما هما بيفضلوا يمارسوا العادة دي. هحكي لكم عن الشكوى اللي دفعتني ان انا اعمل الحلقة دي وهتكلم فيها معاكم، بس بعد ما نرجع من الفاصل استنوني. مش عارفة ليه شغلين بالكم، وحياتي خليكوا في حالكم، متشكرين على الاهتمام، أنا تمام ومية مية. يا ناس ياللي شغلين نفسكوا بيا ومركزين أكتر مني فيا. ورجعنا لكم تاني يا أصدقاء راديو في السكة. طبعا قبل الفاصل كنت بتكلم معاكم عن بعض العادات السيئة اللي بتيجي للأطفال، وكان من ضمنها عادة قضم الأظافر، أو زي ما احنا بنقول عليها بالعامية بتاعتنا أرقطة الضوافر. كنت هحكي لكم قبل الفاصل عن شكوى أحد المامي اللي جات لي بخصوص الموضوع ده. كانت بتشتكي وبتقول إن ابنها عنده 3 سنين، هو بدأ يقرقط ضوافره من فترة صغيرة، ما كانش أصلا بيعمل الحركة دي ولا العادة دي قبل كده. بتقول إن في مشاحنات وتوتر في البيت بينها وبين باباهم، وفي طبعا اختلاف في وجهات النظر. هي حاسة إن هو ده السبب الرئيسي اللي خلى ابنها يمارس العادة دي. حاسة إن هي على طول متوترة وعصبية، جو البيت العام كله توتر. بتقول إن أنا أم حنونة وطيبة جدا، ودايما متفرغة لأطفالي، هو وأخوه هم دايما شغلي الشاغل طول الوقت، لكن عصبيتها مع والدهم يمكن هي السبب. بتقول أنا كمان حاولت معاه بشتى الطرق المختلفة إن أمنعه من العادة دي. اتكلمت معاه بالراحة وفهمه، لأنه هو طبعا مش صغير قوي، هو فاهمني وعارف إن أنا متضايقة، لأن هو كمان مجمع كل حاجة أنا بقولها له. قلت له إني هكون مبسوطة قوي لو بطل الحكاية دي، وإني كمان هجيب له كل الحاجات اللي هو نفسه فيها. قلت له إن الحركة دي هتتعبك وهتوجعلك بطنك مع الوقت. كل وأي حاجة قلتها معاه، ولكن كان كل ده بدون أي فايدة. حطيت على إيده كمان شطة كان بيمسحها في هدومه ويرجع يحط إيده تاني في بقه، لحد ما سألت الصيدلي في فترة قريبة اداني دواء مر كده، حاجة زي الصبار تقريبا، أحطها على إيديه وهو نايم. ده بالنسبة لي كان آخر محاولة. أنا تعبت وزهقت وخايفة على شكل إيديه، خايفة إن العادة دي لا قدر الله تستمر معاه لما يكبر. هي كمان بتقولي أنا استنفذت كل الطرق والحلول المناسبة في الموضوع ده. هو حقيقي موضوع صعب ورخم، وهي الحركة أصلا مقززة يعني، وحركة شكل الطفل كمان فيها بيبقى بايخ، بيفضل طبعا زي ما احنا عارفين فاتح بقه وبقه عمال يجيب حاجات وعمال ياكل ويبلع كل حاجة قدامه. دكاترة الأطفال والنفسيين قالوا إن حوالي 60% من الأطفال و45% من المراهقين بيمارسوا العادة دي. هو حقيقي بتبدأ دايما معاهم من الطفولة، لكن في الغالب بتكون أقل انتشارا بعد 18 سنة، يعني لما الطفل بيوصل للمرحلة دي بتكون راحت تماما. في حالات لا قدر الله بتستمر معاهم بعد البلوغ كمان. الموضوع ده وراه أسباب هي اللي بتخلي الطفل بيلجأ لممارسة العادة دي. ممكن أقول لكم على بعض منها. قبل كل شيء لازم يكون الطفل مستعد نفسيا إنه هيتخلص منها، وإنها تكوني أنت كأب وكأم بكل الطرق جهزتي نفسك إن أنت هتخلصي طفلك من العادة دي، وإنه لازم يبطلها. أطفالنا بيفهموا كل نظرة وإشارة وكل كلامنا. كمان كتير من الأطفال خلي بالكم بيقلدوا الكبار، خاصة لو شاف حد كبير بيعمل الحركة دي، أو شاف طفل زيه برضه بيعمل الحركة دي، طبيعي بيقلده. أوقات كمان الطفل بيكون عنده حاجة عايز يفرغ فيها طاقته، حاجة متوتر نفسيا. التوتر لو سيطر عليه أو قاعد يفكر في أي موضوع أيا كان، حتى لو كان صغير أو متضايق، تلاقيه على طول أول حاجة بيلجأ ليها إنه يحط إيده في بقه. ياما نتيجة بقى مشاكل، خناق مع أصحابه، عصبية ونرفزة الطفل في البيت، نرفزة أهله عليه،
أو إن الطفل ممكن يكون حاسس إن هو غير مرغوب فيه في أسرته، حتى لو كان هو وسطهم، بس هو حاسس إن هو غريب، مش حاسس بالحنان والاطمئنان وسط الأسرة كده. محاولة منه ممكن إن هو عاوز يضايق الأب والأم، عارف إن الحركة دي بتضايقهم وبتنرفزهم، يبدأ يعملها عشان خاطر بس إن هو ما يبقوا متضايقين ونرفز وعصبيين منه. إحساس الطفل بالغيرة، كتير قوي من الأطفال ما بيجيلهم الغيرة، سواء بقى غيران من أخوه، من صاحبه، من أي شخص حواليه، بيلجأ للحركة دي على طول. والحكاية دي كمان يعني أنا لمستها كمان بنفسي. ممكن يكون كمان في حقيقي جلد زايد حوالين الضوافر وبيحاول يتخلص منه بالطريقة دي، فكل مرة بيحاول يتخلص منها بالشكل ده، فبتكون بعد كده بقت عادة، حتى أصلا لو مفيش حاجة حوالين ضوافره هو خلاص بقى متعود يحط إيديه جوه بقه. في حالات كمان بيلجأ ليها الحركة دي والعادة دي وقت الفطام، طبعا دي خاصة بالأطفال البيبيهات الصغيرين، خاصة بقى لو كان بيرضع رضاعة طبيعية أو صناعية. احنا عارفين إن فترة الفطام هي فترة صعبة جدا، الطفل بيبقى عايز يحط أي حاجة في بقه، عاوز يسكت نفسه بأي أسلوب، فطبعا بيبدأ يحط إيديه جوه بقه عشان عاوز يسكت. الطفل ممكن يتعرض لا قدر الله في حياته لتغير جذري، كمثلا يعني انفصاله عن أمه، أو إنه يكون راح الحضانة لأول مرة، ودي أطفال كتير جدا بيتعرضوا لها، خاصة اللي بيروحوا الحضانات لأول مرة. كمان الأطفال اللي ما بيعرفوش يعبروا عن مشاعرهم أو عندهم صعوبات في النطق والكلام، ما بيبقاش قادر ولا عارف يعبر عن القلق والتوتر اللي جواه، فبيبقى مش قادر يتكلم أو مش عارف يعبر، كمان ثقته الشخصية بتكون مهزوزة تماما، فبيلجأ للحركة دي. كل دي مشاكل أغلبها نفسية، يعني هي عادة سلوكية نتيجة ضغط نفسي وقع على الطفل. وكل مشكلة أكيد ليها حل، بس هقول لكم عليه بعد ما نرجع من الفاصل، استنوني. قلبي ولع نار، ده انا عيني منك مستحيل استغنى عنك، نظرة ترضيني بالترتيب، سيبلي نفسك سيب واهدالي واسمع، ده انت سحر عينيكي طمع بان قوي في عيني. يا ستار قلبي ولع نار، ده انا عيني منك مستحيل استغنى عنك، نظرة ترضيني بالترتيب، سيبلي نفسك سيب واهدالي واسمع، ده انت سحر عينيكي طمع بان قوي في عيني. ورجعنا لكم تاني أصدقائي وأصدقاء راديو في السكة. عارفة إن كل أم بتتوتر وبتخاف قوي لما بتشوف ابنها أو بنتها بيمارسوا العادة دي، اللي هي عادة قرقطة الضوافر. أولا أنتي مش لوحدك اللي ابنك أو بنتك بتعمل كده، أمهات كتير جدا في العالم حوالينا عندهم نفس المشكلة. لكن ممكن نشوف إيه هي طرق العلاج اللي بيها هنرتاح ونتخلص من العادة دي تماما. من ضمن الحلول كبداية كده، أول خطوة لازم نقص ضوافرهم على طول، أول بأول بشكل مستمر، علشان ما يلاقيش أي حاجة يقرقط فيها وقت ما يجي يحط إيده في بقه ويلاقي إن الموضوع بقى صعب عليه. اتكلمي معاهم عن العادة دي، إن هي قد إيه عادة سيئة. أطفالنا بيفهمونا قوي يا جماعة، نفهموها إن هو عادة مش صح، سلوك غلط، حركة أصلا بتجيب أمراض هتتعبك أنت مع الوقت، هتتعب بطنك وتبوظ شكل إيديك وسنانك. احكي لهم قصص واقعية من ناس عندهم نفس المشكلة دي وأثرت عليهم. أسلوب القصص دوت بيكون حافز ليهم وبيعلم معاهم قوي وبيأثر فيهم جدا. حاولي تشغليه طول الوقت على قد ما تقدري. اول ما تلاحظي ان هو بدأ يحط ايديه في بقه، على طول ابدأي يعني اجذبي ليكي بقى في اي موضوع ايا كان، سواء مثلا يعني هنلعب، هنرسم، هنلون، هنشوف حاجه مع بعض على التي في او اليوتيوب، هنقرا ستوري مع بعض، اي حاجه ان شاء الله، حتى تخليه تشغليه في اي حاجه في البيت، يساعدك في اي مهمه من مهمات البيت اللي ما بتخلصش، علشان ينسى تماما الحركه دي. لو كان عندك احساس ان انت بقالك فتره مقصره معاه، سواء بقى مشغوله الشغل، سواء مع اخواته، حياتك نفسها، عوضيه عن النقص دوت، اديله حنانك وحضنك وشجعيه على تصرفاته الصح علشان يزود دوت من ثقته بنفسه. لو انت كنتي حاسه ان هو عنده طاقه مكبوته جواه وضغط دايما، هايبر نيرفز، الكلام ده، حاولي تخرجي الطاقه دي اول باول، سواء بقى انك تشتركي له في اي رياضه معينه، اي حاجه يمارسها، او اي حاجه لعب في البيت بس تكون بايديه، سواء بقى عن طريق، طبعا في العاب في البيت سهله جدا، الصلصال، يلعب يلون، انه ممكن يلعب بالرمل اللي هو الالوان دي، كل الحاجات دي بقت متاحه وموجوده في المكتبات وفي كل محلات الاطفال. الموضوع ده خصوصا اوعي تستخدمي فيه اسلوب الضرب او العنف، ما بينفعش تماما وما بيجيبش اي نتيجه مهما حصل او كبر او زهقتي من الحركه دي، لان ده هيقلب معاهم لعند اكبر وهيحس بتحدي وهيتمسك بالموضوع اكتر واكتر.
حاولي تستخدمي اللاصق بتاع الصوابع السولوتيب ده. انا عارفه طبعا ان هم مجرد ما بنحطه من هنا بيشيلوا من هنا، بس اطفالنا اذكياء وفاهمين ان انت بتحاولي تمنعيه من السلوك ده باي اسلوب ايا كان. الحكايه دي بقى سواء للاب او الام، اوعى تتريق او تسخر من ابنك او بنتك على السلوك ده. اوعى تتريق قدامه او قدام اخواته او اصحابه، لان هم كمان مع الوقت هيتريقوا عليه، هيبداوا يضايقوه. طبعا دوت هيضعف من نفسيته وهيأثر فيه جدا وهيخليه يتمسك بالعاده دي اكتر واكتر. لو طفلك اتعدى مرحله ال5 سنين وفضل مستمر على العاده دي، ممكن تلجئي بقى للطب البديل والاعشاب. في اعشاب كده بتتجاب من عند العطار بتجيب نتيجه فعليه مع ناس معينه، في ناس بتنجح فيها. هو اسمه الصبار المر، بيتحط على الصوابع. ممكن في خلال الطريقه دي ان الطفل يجي يحط ايده في بقه يلاقي طعمها مر، هو كمان ليه ريحه بشعه مش حلوه قوي، هو طبيعي ان شاء الله يبطل يحط ايديه في بقه لما يشمها. ممكن يكون عامل وهي تقدر ان هو تنجحي بيه. لكن في سألني وقال لي هو ممكن او امتى اقدر اودي ابني للدكتور، امتى هحتاج مساعده او متخصص اطفال علشان يحل لي المشكله دي. الحالة دي ممكن تلجئي للدكتور فيها لو لاحظتي إن مع أرقدة الضوافر وصلت المرحلة دي إنه بدأ يعور نفسه، إن الأرقدة دي لا قدر الله الجلد بدأ يجيب دم، أو لا قدر الله إن مع العادة دي اللي هي أرقدة الضوافر مثلا بيشد شعره أو يرموشه أو بيقرص نفسه، أو ممكن كمان يعض نفسه أو يعض غيره. تبقى في حاجات كده متلاحظة شكلها غريب. ممكن كمان أوقات نومه بتكون اتغيرت تماما، مش تغير عادي، لا ده تغير ملحوظ. أو لا قدر الله كان في تاريخ مرضي للأسرة سواء للأب أو للأم بالوسواس القهري. في استشاريين نفسيين بيقولوا لو كنت استعملتي كل الطرق الكتيرة المختلفة علشان يبطل الموضوع ده، لكن برضه وبدون أي فايدة متمسك بيه محققش معاكي أي نتائج، ممكن في الحالة دي تحتاجي لتدخل إيجابي في الموضوع أو تتجاهلي السلوك الظاهري، لأن دوت هيروح مع الوقت. بكده أكون وصلت معاكم لنهاية الحلقة. يا رب أكون قدرت أفيد كل أم سألتني عن الموضوع ده وإزاي تقدر تواجه وتحل المشكلة دي مع طفلها بأكتر من طريقة. عارفة إنكم تعبتم وزهقتم ونفسيتكم تعبت، بس إحنا هنعمل إيه؟ إحنا بنحاول مع أطفالنا، دورنا نربي ونعلم ونغير السلوك السيء للسلوك الجيد الحسن. إن شاء الله بعد الحلول اللي قلتها لكم تشوفوا نتيجة ترضيكم. نصيحتي بتقول: الطفل لا ينسى بل يصمت، يراقب ويتألم. احذروا الذكريات التي تزرعونها في أبنائكم دون قصد، فإنها تورث ما يسمى بالجروح الخفية التي لا نعلم عنها شيئا، لكنها تظهر لاحقا عندما يكبر في شخصيته وسلوكه وردود أفعاله ونظرته للحياة. اوعوا تنسوا انكم تقدروا تتواصلوا معايا من خلال الفان بيج راديو في السكة، او ان انتوا تحملوا الابليكيشن بتاعنا من جوجل بلاي راديو في السكة بالعربي. مستنياكم في حلقة جديدة، وإلى اللقاء.